حلمي أنا أطوف حوالي الكعبة بيدي. شوفوا عضلاتي. والصلاة والسلام على رسول الله. والله أني فرحان إني أسلم عليك. إي والله الله يحفظك قلبي. أكيد كنتوا متوقعين إني بدخل على كرسي متحرك. لا، لأني دايما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي. أحب أحس بنعم الله علي. أدير شركة خاصة بالآيس كريم فيها 60 موظف. أصبحت والحمد لله محاضر في الجامعات والمؤتمرات والمدارس، وأصغر متحدث في الأمم المتحدة. حصلت على جوائز وألقاب عديدة، كرمت من حكام وقادات دول كثيرة. أنا سفير النوايا الحسنة وسفير فخري للكثير من الجهات الرسمية في الدولة. أصبحت والحمد لله ملهم ومؤثر لملايين البشر على برامج التواصل الاجتماعي. الحية، السمكة، الضفدع، هذه ألقاب ينادوني فيها الأطفال لما كنت أحمل لعب معهم. نظرة الاستغراب والفضول والشفقة والسخرية في كل مكان أروح له. صالحت مع جسمي، صالحت مع شكلي، وبفضل من الله وصلت إلى قناعة إن سبحانه وتعالى خلقني في أحسن تقويم. تقبلت جسمي وأحمد الله عليه. لا مستحيل بالعزيمة والإصرار، وغانم المفتاح تحدى المستحيل. تعلمت إن الحياة تحترم أصحاب الهمم وليس الكسالى والخاملين. وكلهم والله يعني كلهم لعبوا زين والله. الحمد لله. دفاع، حرس، حارس. غانم، شفنا التقرير اللي قاعد يتكلم عن انك انت ودك تصير طبيب وطبيب عظام. ليش؟ عمي في مقولة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. وأنا بالنسبة لي هالمقولة غلط، لأن الإنسان يقدر يعطي، بس يعطي إذا بإيمانه بالله قوي واثق من نفسه يقدر يعطي. وأنا قررت أصير طبيب عظام لأن أحب أساعد الناس في شيء أنا فاقده. أحب أشوف الناس في أحسن صحة. وأنا فاقد لي 3/4 من جسمي وما عندي عظام، وسمي أختي متلازمة التراجع الذيلي، هي من أنذر الإعاقات في العالم. فاقد لي رجلي وحوضي ونص عمود فقري، نص العمود الفقري. نعم. ونص ضلوعي والباقي مشوح. والحمد لله، وانا اقدر انام مثلكم على ظهري، ولا اقدر اني اكل مثلكم. لازم اتعلق عشان الاكل يقدر ينزل. تعلق؟ ايه. ترفع نفسك؟ لا ممكن اراويكم بعد الحركه. اي شي يعني فرضا هاي الطاوله. اي. وتعلق ها علشان تاكل. اي عشان الاكل يقدر ينزل. الطلبه يطالعوني باستغراب، ما يبون يلعبون معاي، يعلقون علي، يتدبرون علي. حسيت اني كائن غريب. ارجع البيت اصيح اشتكي لامي، اقول روحي هوشيهم طقيهم. امي ما راح تهوشتهم او طقتهم. امي علمتني ان تغيير كل الناس علشاني امر مستحيل، والحل اني اتغير بالداخل واتقبل نفسي. الاسد يقدر يعيش في القفص؟ ما يقدر يعيش في القفص. يعيش في الغابة. أنا أسد. والنعم الغابة كبيرة. كل هذه الدروس تعلمتها من أم عظيمة وأب عظيم، وأدعو الله إني أكون محفز لكل بائس. يا أخي ليش أهل الخليج يحبونك أكثر منا كلنا؟ إذا الله حب الشخص الناس حبه. أيوة. والله وأنا أحبهم وايد. إنك أنت تخجل من إعاقتك أو هلك يخجلون منها، أنا بصراحة أشوفها أكبر إعاقة. شكرا لكم، أمتكم الله.